تفتكر لو شخص عارف ميعاد موته دي هتكون حاجة حلوة ولا مصيبة؟ فيلمنا النهاردة هو فيلم سوداني اترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي لسنة 2020. فيلم عبقري وبسيط، ويمكن عبقريته في بساطته. فيلمنا هو ستموت في العشرين. بيبدأ الفيلم بأم بتاخد ابنها عند درويش القرية عشان يبارك ابنها ويدعي له إن حياته تكون كويسة وتعدي على خير. وفي المشهد هنلاقي ناس كتير جدا بيتباركوا بالدرويش ده، والبلد كلها بتحترمه وبتثق في كلامه. وبيبدأ الدرويش يبارك الطفل، لكن بتحصل حاجة غريبة. الدرويش بيتنبأ إن الطفل ده هيعيش 20 سنة بس، وبعدها هيموت أول ما يتم ال20. النبوءة دي هي اللي بتتبني عليها باقي أحداث الفيلم. بعد كده الأم بتتصدم، والموضوع بيكون عامل زي صاعقة نزلت عليها من السماء. ابنها الوحيد اللي فرحانة بيه هيموت في عز شبابه بعد 20 سنة بس، يعني بمعنى أصح مش هيلحق يعيش حياته. وطبعا الخبر بينتشر في القرية كلها، خبر إن مزمل بطل فيلمنا هو طفل ملعون وهيعيش 20 سنة بس ويموت. ورغم ان عادي جدا في ناس بتموت في السن ده وساعات اصغر كمان، الا ان الناس دي بتعيش حياتها عادي وبتنبسط بيها. لكن معرفة ميعاد الموت هنا هي المعضلة كلها. معرفة مزمل لميعاد موته هتبوظ عليه حياته، وهتخليه مش عارف يستمتع بال20 سنة اللي الدرويش حكم عليه بالموت بعدهم لما تنبأ بميعاد موته. وخليني اسألك سؤال يا صديقي، لو انت مكان مزمل وعرفت ميعاد موتك، مش شرط بنبوءة، بأي طريقة والسلام، المهم انك عرفت ميعاد موتك، ده هيعكنن عليك حياتك ولا هتكبر دماغك وتقول ما كده كده كلنا هنموت، خلينا ننبسط بالكام سنة دول وعيشهم؟ الحقيقة يا صديقي ان العقل بيقول طالما الحياة عبارة عن رحلة وكده كده هنمر بيها، فخلينا ننبسط وما نفكرش في اي حاجة تانية. كده كده الموت جاي، سواء عارفين جاي امتى او حتى مش عارفين. معرفة ميعاد الموت مش هتأجل وصوله، ولا جهلنا بميعاده هتخليه يجي متأخر. الموت جزء من حياتنا، امر حتمي وعادي، لكن اللي مش عادي انك تخسر الحياة دي كلها عشان تموت، تخلي الموت يكسبك قبل ما يتحرك ويجي لك حتى، لان وقتها تصرفك هيكون ملوش اي معنى. الحقيقة ان بطلنا مزمل عمل التصرف اللي ملوش معنى ده، وقرر يستسلم للموت من قبل ما يجي. مزمل فضل عايش حياته في خوف من الموت، اللي على حسب نبوءة الدرويش جاي بعد 20 سنة لسه. الحقيقة ان مدة 20 سنة دي مدة كبيرة جدا، كفيلة انك تعيش وتنبسط وتعمل كل حاجة نفسك فيها. لكن الخوف كان مسيطر على مزمل. خوف مزمل من الموت كان عامل زي شبح بيطارده في كل وقت وكل مكان. حتى في احلامه مزمل بيحلم بالموت وهو نايم، وبيعيشه كل لحظة وهو صاحي. شبح بيخلي مزمل مش عارف ينبسط بأي حاجة ولا يفكر في أي حاجة غير الموت. ببساطة يا صديقي نقدر نقول إن مزمل بالطريقة دي ما كانش عايش. نقدر نقوله بكل ثقة إنه عمره ما عاش يوم واحد من حياته طول ما كان خايف من الموت ومش قادر يهرب من الفكرة دي. الفكرة اللي حبسها في سجن مقفول ومنعاه يشوف الحياة في أي حاجة حواليه، على أساس إن لما يقعد يفكر في الموت فهو كده مش هيموت مثلا. تعامل مزمل الغريب مع النبوءة فكرني باقتباس جميل لعمنا نجيب محفوظ من روايته العظيمة أولاد حارتنا، واللي بيقول فيه: الخوف لا يمنع الموت لكنه يمنع الحياة. وكأن الاقتباس ده بيلخص أحداث الفيلم كلها، والكاتب بيأكد على المعنى العبقري ده وهو بيورينا إزاي خوف مزمل منعه إنه يعيش. لكن زي ما احنا عارفين خوفه مش هيمنعه من الموت، مهما خاف ومهما عمل كده كده هيموت. بصراحة أنا عن نفسي لو كنت مكان مزمل وحد ربطني قدام قطر وسابني ومشي وكده كده هموت ومفيش حل، فأنا هتفرج على السما والعصافير وهفضل أغني لحد ما القطر ما يجي. أصل مش هيبقى موت وحياة كلها نكد وخوف كمان، ولا إيه؟ مش بس تعامل مزمل مع النبوءة هو اللي بوظ حياته، لا، الناس كلها في قريته كانوا بيعاملوا مزمل على انه شخص محكوم عليه بالموت، كانه متهم مستني تنفيذ حكم الاعدام فيه، لدرجة انهم سموه ابن الموت وبدأوا يتنمروا عليه ويضايقوه. حتى حبه لحبيبته كان محكوم عليه بالموت، بالظبط زي ما كانت النبوءة حاكمة على مزمل. حبهم كان فاشل من البداية عشان مزمل ما كانش عايز يعلق حبيبته بشخص بيعد الأيام يوم بعد يوم، شخص بيحسب فاضل قد إيه على موته، وأهلها طبعا هيرفضوا يربطوا مصير بنتهم بواحد زيه. مزمل كان شخص مش عارف يعيش حد، لكن رغم كده كان قادر إنه يحب. وكأن الكاتب هنا كان بيقول لنا إن الحب بيحصل غصب عننا مهما كانت الظروف، حتى لو في الحرب أو بنهرب من الموت. مش شرط إن إحنا نكون عايزين ده أو حتى مقتنعين بيه، يمكن عشان كده اسمه الوقوع في الحب، عشان الوقوع بيحصل بنفس الطريقة، صدفة وغصب عننا. حب مزمل ممكن يكون أول حاجة حسسته بطعم الحياة، ويمكن أول بوسة من حبيبته كانت أول نبضة في قلبه اللي معرفش يعني إيه حياة قبل كده. بس برضه الحب لوحده مش هيقدر يخلي حد يعرف يعيش، خصوصا لو رافض ده. كمان العلاقة دي لما فشلت خلت مزمل يرجع للصفر تاني. على مدار الفيلم هنلاقي إن مزمل عاش حياته كلها بيتعذب، أو بمعنى أصح عاش ميت. حتى مشيته كانت كئيبة، وكأنه شخص مستني موته في أي لحظة، حتى لو هو عارف إن موته ده فاضل عليه سنين.
انك تعيش الموت كل يوم قبل ما تموت مش بس حاجه مش منطقيه وسخيفه، لا هي حاجه ملهاش معنى اصلا. والعيب هنا ما كانش في مزمل لوحده، لان زي ما قلت لك قريته كلها كانت بتتعامل معاه على انه شخص محكوم عليه بالموت، وكل ده بسبب الجهل كان مسيطر على مزمل وقريته كلها. وجهلهم ده هو اللعنه الحقيقيه، مش لعنه موت مزمل في العشرين خالص. النبوءه تعتبر ولا حاجه قصاد جهل قريه كامله مخليهم مدفونين بالحياه. لكن زي ما بيقولوا كل ليل وله نهار، فمزمل بيفضل في العذاب ده لحد ما بالصدفه بيقابل النور اللي هيقف قصاد عتمه الجهل دي. مزمل بيقابل الحياه بمعناها الحقيقي متجسده في سليمان، الفنان اللي عايش مع حبيبته في بيته وبيعمل كل حاجه تحسسه انه مبسوط، او بمعنى صح كل حاجه تحسسه انه حي. اصل ايه الحياه غير الوقت اللي بنقضيه واحنا سعداء؟ في اللغه بيقولوا ان التضاد بيوضح المعنى ويقويه، وبيقولوا برضو بضدها تعرف الاشياء. كاتب الفيلم كان مدرك لده كويس، وحب يبين لنا نقيض الدرويش الجاهل اللي زرع الخوف في القريه كلها وعايش مزمل في رعب ودوقهم طعم الموت وهو عايش، وخلى امه تلبس عليه الاسود وهو حي لسه. في شخصيه سليمان اللي كان عكس الدرويش تماما. سليمان كان الحياه اللي دبت في مزمل وشجعته يواجه، النبض اللي حسس مزمل انه حي. سليمان كان الصوت اللي بيقول لمزمل مش انت كده كده هتموت؟ طب ما تعيش الشويه دول وتنبسط. شخصيه سليمان رغم انها شخصيه ثانويه الا انها شخصيه محوريه جدا، شخصيه بتقلب احداث الفيلم 180 درجه. الفيلم بيتحول من خوف من الموت وتجاهل تام لكل معاني الحياه لبحث عن معنى الحياه دي وتجاهل تام للموت. مش قلنا ده دور النقيضين بالظبط؟ زي ما النقطه السوداء مش هيظهرها حاجه قد الورقه البيضاء، فمفيش حاجه كانت هتورينا قد ايه الدرويش ده شخصيه كئيبه الا شخصيه مبهجه زي سليمان. عن نفسي انا حسيت ان الفيلم مقسوم نصين، نص اول كئيب مربوط بالدرويش، والنص التاني اللي ليه علاقه بسليمان. وزي ما المخرج الكبير زهير حسن احمد قال، رغم ان الجو العام للفيلم كان مليان يأس وحزن وكان كله ترقب وانتظار بالظبط زي اللي مستني الموت، الا ان شخصيه سليمان حولت الاجواء دي للبهجه فجاه. ولان سليمان شخصيه جميله فجماله بيخلق صراع مع القبح اللي جوه مزمل، او بمعنى اصح اللي اتزرع فيه. مزمل عايش في جهل، وصدقني مفيش حاجه اقبح واسوأ من الجهل. ولو انت زيي مش بتصدق في حوار النبوءات واللعنات ده، فصدقني الجهل اخطر من اي لعنه. الخناقه بين الجهل اللي كان في مزمل وبين سليمان وشخصيته ونظرته للحياه خلت مزمل تايه ومحتار. مزمل ما بيكونش عارف ايه الصح، وبيفضل في الحيره دي بيتعذب وبيدور على طريق. وزي ما بيقولوا الحيره والشك اول الطريق للحقيقه. والحقيقه هنا ما كانتش معنى معين للحياه، لان الكاتب هنا مش جاي يلعب دور الواعظ ويقول لك الحياه هنا ليها معنى والمعنى ده هو كذا وكذا، لا خالص. الكاتب جاي يقول لك تعالى نعيش الحياه وندور على المعنى، تعالى نتحرك ونتجنن ونعمل زي سليمان ونجري ورا معنى الحياه زي ما مزمل بيجري ورا العربيه في اخر الفيلم، حتى لو مش عارفين بنجري ورا ايه ولا رايحين فين، بس على الاقل ما نقفش مكاننا ونعفن من حياه بلا معنى. وفي النهايه مفيش انسب من عمنا نجيب محفوظ اختم بيه الحلقه، واللي قال في اصداء السيره الذاتيه على لسان الشيخ عبد ربه التائه: جاءني قوم وقالوا انهم قرروا التوقف حتى يعرفوا معنى الحياه، فقلت لهم تحركوا دون ابطاء فالمعنى كامل في الحركه.